السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهاردة شوية كده في الكورة. طل علينا النهاردة المدرب الفذ العبقري اللي مفيش منه اتنين، الكابتن أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر تحت 20 سنة. كان مع الإعلامي إبراهيم فايق النهاردة. بصراحة احنا يعني أنا شخصيا بشكر إبراهيم على اللقاء دوت، لأن بصراحة كابتن أسامة قال شوية تصريحات يعني يتبروزوا يتبروزوا، يعني مفيش بعد كده. هو سؤال في الأول، هو ايه مؤهلات كابتن أسامة نبيه علشان يمسك منتخب تحت 20 سنة؟ ايه هي مؤهلاته؟ ايه هي مؤهلاته عشان يبقى مدرب كورة أصلا؟ بلاش منتخب تحت 20 سنة. ايه هي مؤهلاته عشان يبقى مدرب كورة عموما؟ بيدرب اي فرقة ان شاء الله، حتى لو فرقة درجة 10، ايه مؤهلاتها؟ ده من فترة كان ظهر فيديو مدرب محترم كده او مساعد مدرب في الدرجة 3 تقريبا، هو دكتور اصلا وبسم الله ما شاء الله. الفيديو بتاعه اتشهر يعني علشان هو كان الراجل بيتحدث مع لاعب في الفريق محترف عنده. اللاعب ده بيتكلم اللغة الفرنسية، فهو بسم الله ما شاء الله يعني بيتكلم. هو راجل دكتور وتقريبا كان سافر فرنسا، كان عاش هناك او اتولد هناك او عاش هناك فترة من الزمن، ودراسته ودنيته، فالراجل بيجيد اللغة. وهو كان لعيب كورة اي نعم في فرق يعني قليلة، مستويات قليلة، بس هو اجتهد وخد دورات وخد ومعاه لغة ومعاه دنيا. هو راجل دكتور، هو مش محتاج، يعني هو دكتور بسم الله ما شاء الله عليه، يعني عنده من العلم والثقافة كتير يعني. بس هو راجل بيعشق الكورة، بيحب الكورة زيه زي ملايين من الناس يعني. عادي، في ناس بتحب الكورة وهي لها مجالات تانية وتخصصت حاجات تانية، وأكم من اللعيبة معاها شهادات. بس هي الكورة هي الكورة. هو ممكن يكون خد الشهادة دي بس علشان أسرته وأولاده ودنيته ومستقبل بعد كده، أيا كان. فالراجل ده اجتهد ودرس وطور من نفسه. كابتن أسامة، أنت إيه الدورات اللي خدتها؟ إيه الدورات اللي أنت خدتها؟ أنت ليه مدرب؟ أنت ليه في مجال الكورة عموما؟ يعني أنت أصلا ليه في مجال الكورة؟ أنت ليه دخلت في مجال الكورة؟ انت كنت لاعب يعني عادي، لاعب عادي، لعبت في الزمالك وبعد كده تقريبا رحت غزل المحله. ومش ناسيلك تصريحك لما رحت غزل المحله وكنت في هجمه وكنت بتلعب الزمالك، وفي هجمه قلبك يا عيني ما طوعكش ان انت تجيب جون في الزمالك. بالله عليك، وده واحد نستأمنه على ناشئ او على شاب تحت 20 سنة ان ده يبقى المدرب بتاعه؟ بالله عليكم، ده ينفع يستأمن على جيل طالع لل... للكرة المصرية؟ طيب، انت ايه مؤهلاتك؟ مسكت ايه ودربت فرق ناشئين؟ خدت شهادات في الحاجات دي؟ اصل تدريب الشباب والناشئين في اوروبا والدول المتقدمة ده بيبقى علم. ده انت بتاخد دورات وكورسات ودنيا، وازاي تتعامل مع الناشئ وازاي تتعامل مع الشاب. انت مش بتتعامل مع واحد كبير او لعيب فريق اول كده. مع ان يعني دلوقتي احنا بنشوف لامين يامال 17 سنة، من قبل 17 سنة هو بيلعب فريق أول ومنتخب في برشلونة ومع اسبانيا وبيدري وغيره، لعيبة كتير يعني، أشهرهم لامين يامال. ما علينا. طيب كابتن أسامة، انت في لعيبة كتير ما ضمتهاش، وفي لعيبة ضمتها ما نعرفش ليه، وفي لعيبة لما ضمتها قعدتهم دكة، ودول محترفين بره. ده غير اللي محترفين وبيملكوا اصول مصريه ومعاهم جنسيات تانية، وما صدقنا ربنا يكرمنا ونقنعهم ان هم يمثلوا المنتخب مصر
وانت بكل سهولة رفضتهم. كاميرون اسماعيل لاعب نادي ارسنال الانجليزي. ارسنال، عارف يعني ايه نادي ارسنال الانجليزي؟ عارفه ولا ما تعرفوش؟ تسمع عنه ولا ما تسمعش؟ كريم احمد لاعب نادي ليفربول الانجليزي برضو، اللي في بعض الاحيان بيتصعد يتدرب مع الفريق الاول اللي فيه صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول. كريم احمد ده بيطلع يتمرن مع الفريق الاول لليفربول. يعني ممكن في اي وقت من الاوقات، او في مثلا في كاس الرابطه اللي في انجلترا، او تلاقيه بيلعب، لان هم في المسابقات اللي زي ديت بيلعبوا بالفريق الناشئ، يعني بيبقى المدير الفني موجود وكل حاجه، وبيلعبوا بالفريق التاني، او اللعيبه اللي ما بتلعبش صفر مستمره بيجهزوهم. يعني بتقول هو مش بيبقوا حاطينها في الحسبان قوي، يعني زي كاس الرابطه عندنا كده ما بتبقاش محطوطه في الحسبان قوي. بطوله شرفيه بتتلعب وخلاص، بنجهز بيها لاعيبه تانية، فريق تاني، ناس راجعه من اصابه بتتاهل فيها. انت ليه ما ضمتش الاتنين دول يا كابتن اسامه؟ ليه؟ عمر خضر الموهبه المصريه اللي من قبل ما يتم 18 سنه وهو موقع مع نادي استون فيلا، جايبه تقعده دكه. انت جايبه من انجلترا تقعده دكه؟ انت ايه؟ انت جايب واحد محترف في نادي استون فيلا عشان تقعده على الدكه تنزله 5 دقايق و10 دقايق؟ يا اخي حرام عليك، فلوس التذاكر الطيران اللي جه بيها. جايبه تعمل بيه طالما مش هتلاعبه؟ جايبه ليه؟ عمر سيد معوض، سيبك بقى ما يقول لك ابناء عاملين ومش ابناء عاملين، وعمر سيد معوض اثبت نفسه بدليل ان هو يعني قبل ما يجي له الرباط الصليبي الاولاني كان هيحترف في اسبانيا. يوم ما كان له الرباط الصليبي كان نفس اليوم كان جاي له الفريق، بس انا مش متذكر اسمه دلوقتي يعني للاسف. وسبحان الله حصلت له الاصابه بتاعت الرباط الصليبي، وقدر الله ما شاء فعل ونصيبه. خف، رجع بيتأهل، جاله رباط صليبي تاني، النادي برضه متمسك بيه وعايز يضم، ونادي في اسبانيا مش عارف اسبانيا ولا نادي ريال سوسيداد حاجه زي كده يعني، او ريال ساراكوستا. يعني هو فريق في الليجا يعني في الدوري الاسباني، يعني مش فريق فريق عريق يعني. طيب بتقعدوا دكه ليه يا كابتن سيد؟ بالله عليك انت مقعده دكه ليه؟ مع انه لما نزل لعب. بيقول لك انت، ابراهيم فايق بيقول له ماتش اليابان انت خسرت فيه بتاع، قال لك اصل اليابان عندها تكتيك وعندها بتاع، وانت ما عندكش تكتيك ليه؟ يعني هي اليابان دي بتلعب كرة غير اللي احنا بنلعبها؟ ما كلنا بنلعب كرة يا كابتن، ده كلهم شباب وناشئين لسه يا كابتن. يعني ما فيش الفروقات اللي هي يا كابتن اسامه. ما تحرقش دمنا يا كابتن اسامه وتقول لنا او انت ما عندكش تكتيك ليه يا اخي؟ يعني انت ما عندكش تكتيك ليه؟ ونيوزيلندا، نيوزيلندا ده على خريطه ده بتلعب هي لوحدها، يعني هي في القاره بتاعتها ديت هي بتلعب لوحدها. هي بتلعب مع مين؟ هي بتلعب مع مين؟ نيوزيلندا نخسر منها وايه؟ نبقى احنا متقدمين. طب سيبك من اليابان، نيوزيلندا نتقدم واحد، نعمم بقى، نهاجم كويس، نرتب امورنا، نبدا نبني كوره، نباصي، نشوف تكتيك بقى ولا نشوف خطه نلعب بيها. بس خطه ايه؟ ده احنا بنلعب بنهجم نرجع يا رجاله، اولاد نهجم نرجع. انا ما شفتش في المنتخب دوت غير اللاعب رقم 2 جبريل، وعمر خضر لما كان بينزل. محمد عبد الله مستواه مش عاجبني خالص، يعني انا حاسس البطوله ديت مش قد كده. محمد عبد الله ما تشمش نفسك وما تشوفش نفسك، مش عشان لعبت فريق اول في النادي الاهلي فانت مفكر ان انت هي ايه ده يمالك. لا، انت لسه ناشئ، فما تتنططش على الكوره علشان الكوره ما تتنططش عليك. انت لسه حبيبي.
بص على لامين يامال بيعمل ايه. ممكن يكون لامين يامال ده اصغر منك ولا حاجه، او قدك في السن، يعني فرق بينك وبينه سنه ولا حاجه بالكتير قوي. فانت كنت في البطوله دي بسم الله ما شاء الله عليك بتقدم عك كروي. شوف انا راجل اهلاوي اهو، بس بقول الصح. مين احمد نايل يا كابتن اسامه اللي انت واخده؟ هو مهاجم ولا هو باك رايت؟ هو بيلعب ايه؟ لعب مهاجم مفيش، ما شفتوش بيقدم اي حاجه. هو بيلعب مهاجم انا ما شفتوش بيقدم اي حاجه، مالوش ارقام اصلا، مالوش احصائيات، يعني ما تفهمش هو بيعمل ايه. فانت بتظلمه اكتر وبتقضي عليه، بتلعبه باك رايت. انت واخد معاك باك رايت يا كابتن اسامه؟ قول لي مين. انت شويه بتلعب بعبد الله بوستانجي باك رايت، شويه بتلعب بسفاجه باك رايت، شويه بتلعب باحمد نايل باك رايت، شويه كنت بتلعب مش عارف بمين باك رايت. انت ايه بالله عليك؟ انت ايه فين؟ نرجع بس البرنامج اللي ظهر فيه النهارده. ابراهيم فايق بيقول له ما خدتش ليه كاميرون اسماعيل وكريم احمد لعيبه ارسنال وليفربول. أه اسمع بس رد الكابتن اسامه، عشان اقسم بالله يعني انا مش فاهم ده ايه. بقول له ما كانش ينفع احكم على كاميرون ده من ماتش واحد قدام مالية كفر الزيات. مثبت العقل والدين يا رب. انت جايب لاعب بيلعب في ارسنال، عايز تحكم عليه ماتش بيلعب قدام نادي مالية كفر الزيات؟ مع احترامنا لنادي مالية كفر الزيات، انت انت شايف هو فين ومالية كفر الزيات ده فين؟ مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل لعيبه مالية كفر الزيات، بس انت مفيش مقارنه بين ده بيلعب في ارسنال ده بيلعب في ليفل تاني خالص، ده في مستوى تاني يا كابتن اسامه. تحكم عليه قدام ماتش في ملك كفر الزيات؟ ما في اختراع اسمه تلفزيون وفي انترنت، لو ما تسمعش عنهم يا كابتن اسامه، وخش على قناة نادي ارسنال او موقع نادي ارسنال، او تواصل مع نادي ارسنال الفريق بتاع كاميرون اسماعيل، لهم عايزين بعض الفيديوهات او المباريات اللي شارك فيها اللاعب ده. عندنا واحد في المجال الرياضي او في الوسط الرياضي اسمه وسيم احمد، متابعه من زمان، تحياتي ليه. بسم الله ما شاء الله عليه، ده يا مقدم لعيبه من اللي هم مزدوجي الجنسيه لمدربين كتير في مصر، من ايام كابتن حسن شحاته، من ايام الشعراوي ما كان بيلعب بقى في اي سي ميلان ومكسر الدنيا في اي سي ميلان بقى وروما والدنيا دي كلها، ويتعرض على كابتن حسن شحاته، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجع سالم غانم لاسرته ولبيته، تخلص التمنيات بالشفاء العاجل للاسطوره حسن شحاته. كان قدم يعني لاعيبه كتير مزدوجين الجنسيه من اصول مصريه، من اب بقى، من ام، من الجد، مش عارف من ايه، المهم ان هو له اصول مصريه، قدم كتير يعني. وهو برضو اللي اكتشف كاميرون اسماعيل وكريم احمد وجابر اللاعب رقم 2 في منتخب تحت 20 سنه اللي كان بيلعب كاس العالم اللي فات دوت. اطلب مباريات لكاميرون اسماعيل والكريم احمد. يا اخي سبحان الله، في نفس اليوم تقريبا بتاع ماتش نيوزيلندا او مش عارف ماتش اليابان، ماتش في دور المجموعات، يشاء السميع العليم ان في نفس اليوم، يوم ماتش ليفربول مع جالاتا سراي في دوري ابطال اوروبا. ففي اوروبا عاملين ان الفريق اللي بيلعب الماتش ده مع الفريق الاول في النادي ده، يعني ليفربول الفريق الاول بيلعب ليفربول، بيلعب جالاتا سراي الفريق الاول. دوري ابطال اوروبا للشباب الفريق التاني بيلعب نفس المباراه، لو هي بتتلعب في النادي دوت تبقى في النادي ده.
هي كده، ده قانون وحاجة كويسة يعني، يتمنى يتطبق عندنا في افريقيا، بس هي صعبة طبعا. اوروبا غير، التنقلات هناك غير، الدنيا هناك غير، مواصلات هناك، الطيران، الدنيا بصراحة يعني. احنا عندنا هنا بنسافر افريقيا بيطلعوا الروح يعني. ففي نفس اليوم سبحان الله كريم احمد يجيب هدف الفوز لنادي ليفربول، لشباب ليفربول على شباب جالاتا سراي في دوري ابطال اوروبا للشباب. طيب، في سؤال تاني اهو. ابراهيم رد عليه بعد ما قال له انا ما ينفعش احكم على كاميرون ده من ماتش واحد، ده ملك كفر الزيات. ابراهيم بيقول له يا كابتن اسامه، حضرتك مره تقول لي انت اخدت واحد علشان بيتدرب مع فريقه في الدوري، عشان بس بيتمرن مع الفريق الاول في الدوري، ولاعب بيلعب في ارسنال، تقول لي كنت محتاج اشوفه في ماتشات اكتر. اما انت مصدق نفسك ولا انت ايه بالظبط؟ انت مصدق نفسك يا كابتن اسامه؟ يا اخي ما تكرهوناش في الكوره يا اخي، يا اخي كرهتونا في الكوره وفي الفرجه عليها. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انت بانهي منطق وبانهي عقل بتقول اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت خدت واحد علشان بيتمرن في الفريق الاول بتاعه في الدوري المصري، وسايب لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي؟ ايا كان فريق الشباب بقى مش فريق الشباب مش هتفرق، بس ده بيلعب في الدوري الانجليزي. يا كابتن اسامه انت بتقول ايه؟ انت مفيش اداء طول البطوله، وحق الله ان احنا نطلع، علشان قسما بالله احنا ظلم ان احنا كنا نصعد. يا جدع روح شوف منتخب المغرب بيعمل ايه، روح شوف اتحاد الكره في المغرب بيعملوا ايه، يا اتحاد الكره المصري يا كابتن هاني ابو ريده. ما هتقول لنا شوف دول بيعملوا ايه؟ ما تشوف فوزي لقجع، ما هو رئيس اتحاد برضه زيك وعضو معاك في الفيفا وفي الاتحاد الافريقي، وبتقابلوا بعض ده. يا اخي اساله، السؤال مش عيب. قول له انتوا بتعملوا ايه علشان المنتخب الاول يبقى رابع عالم؟ دلوقتي المنتخب تحت 17 سنه كسب اسبانيا وكسب البرازيل وكسب كوريا ايه يا عم؟ ما هو منتخب افريقي وعربي زيك يا كابتن وسام، بس هم بيتقوا الله في بلدهم. اولا عايزين ينهضوا بالكره المغربيه. الف مليون تحيه لكل مسؤول، لفوزي لقجع ولكل المسؤولين عن الكوره في المغرب. الف مليون تحيه. الناس دي بتدور ازاي ترفع اسم المغرب في الكوره، بتدور ازاي ترفع اسم المغرب في الكوره. لكن انت يا كابتن اسامه او الاتحاد او كابتن هنا ابو ريده بقى انتوا مفيش. وانا سمعت كمان ان الكابتن شوقي غريب هو اللي هيمسك المنتخب ده. هو تحت 20 بقى الاولمبيات الجايه ومش عارف ايه وبتاع، فهو هيبقى الفريق الاولمبي ومش عارف ايه. شيل ده حط ده، شيل ده حط ده، هي دايره. طب ما كابتن شوقي غريب كان ماسك منتخب الاولمبي عمل بيه ايه؟ مشيته ميكالي ليه؟ جه رمضان صبحي اللي كان وصل الاولمبياد، كابتن شوقي غريب لما وصلوا عملوا ايه؟ عملش حاجه، قدمش حاجه، قدم عك كروي. وانا مش مقتنع ان الكابتن شوقي غريب ده مدرب كوره اصلا، ولا اسامه نبيه ده مدرب كوره. ربنا يكرم كابتن احمد الكاس. الكابتن احمد الكاس حد محترم واخلاق اعتقد ان هو هيكون مراعي ضميره في الاختيارات، وان هو هيكون مختار لعيبه تستحق ان هي تلبس شيرت منتخب مصر، تلعب باسم منتخب مصر. لان في لعيبه كانت مع كابتن اسامه، انا هو مش العيب عليهم، العيب مش عليهم، العيب على اللي ضمهم، العيب على اللي ضمهم.
سؤال تاني سأله إبراهيم فايق من ضمن الأسئلة، يعني الحلقة طويلة، بقول له أنت ليه ما خدتش حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي؟ يعني حمزة عبد الكريم لاعب مع النادي الأهلي و من أيام مارسيل كولر لعب وخد عدد دقايق حلوة، وبرضه هو لسه مازال مع الفريق الأول وهو تحت 17 يا كابتن أسامة. قال له أصل أصغر من المنتخب ب3 سنين. نعم يا كابتن أسامة، ما هو اسمه منتخب تحت 20، فكل اللي تحت 20 ينضموا ليه. ايه يعني اصغر من 17 سنة؟ قال له اصل هو كان عنده معسكر مع المنتخب بتاعه ومش عارف ايه مع البتاع، واصغر ب3 سنين. هي طول عمرها يعني المفروض ان الفريق ده الاكبر، فاللي هيحتاجه الفريق ده هو اللي هيروح. يا عم هيخلص بطولة كاس العالم ديت هيروح ينضم للمنتخب تحت 17 اللي رايح يلعب بطولة كاس العالم التانية للناشئين اللي في قطر. طب ايه يا كابتن اسامة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ حرام عليك، حرام عليك، بما يرضي الله. والله انت ما تستحق تكون مدرب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول في الكورة في مصر ما بيراعيش ربنا، وما بيقدمش حاجة تفيد الكورة في مصر. المنتخب ده اللي بدأ معاه الكابتن وائل رياض، هو اللي أسس المنتخب دوت، هو اللي بدأ معاه. فجه ميكالي لما خلص مع المنتخب الأولمبي قال لك طب ميكالي هنوديه فين وهنعمل ايه؟ تعالى نمسك المنتخب ده، ومعلش يا وائل رياض امسك انت المنتخب اسمه محليين معمول من الدرجة التانية. عارف كان راح يلعب بيه بطولة شمال أفريقيا، فامسك انت المنتخب ده يا كابتن وائل. ماشي، كابتن وائل رياض شيتوس يمسك ويسيب المنتخب ده لميكالي. بعد كده يطلعوا يهاجموا ميكالي ومش عارف ايه ولازم يمشي، او اتحاد الكرة اللي كده ولا مش عارف مين. المهم ميكالي مشي، قال لك هندي الفرصة للمدرب وطني. هي دي فيها مدرب وطني ومدرب مش وطني؟ هي بالكفاءة بتبقى ازاي؟ هو كفء يبقى يمسك، مش كفء بقى هو وطني مش وطني. هي مش بالوطني، هي مش بالوطني. عمل لنا ايه الوطن؟ عمل لنا ايه الكابتن اسامه نبيه الراجل الوطني؟ عمل ايه؟ عمل ايه في المنتخب؟ عملش اي حاجه. فاتقوا الله في الكرة في مصر، اتقوا الله في اختيارات المنتخبات والمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، ناشئين، شباب، اولمبي، ايا كان المنتخب ده ايه. احنا عندنا اسطورة اسمه رابع ياسين. ليه؟ ولا علشان هو راجل محترم وما بيتكلمش؟ هو كده. كابتن ربيع ياسين ده اسطورة. انا فاكره لما كان ماسك الجيل بتاع رامي ربيعة لما كانوا بيلعبوا بطولة افريقيا اللي في الجزائر. راجل وطني بقى، ده الوطني بقى، ده اللي بيخاف على اسم مصر، وده اللي بيتقي الله في اسم البلد دي. بس هو للأسف علشان ما بيطلعش يتكلم في الإعلام ولا بيقول حق فين وأنا هنا وأنا هناك وبيجامل وبيقعد يقول لي ده ولده 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 ولده. ف اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. وخلص تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب تحت 17 مع كابتن أحمد الكاس وكل اللعيبة اللي معاه، وإن شاء الله يقدموا مستوى ينسينا المستوى الباهت بتاع منتخب كابتن أسامة نبيه. كفاية تدريب كده يا كابتن أسامة، بالله عليك امسك بقى فرقة تانية. يعني امسك أي فرقة بقى، درجة تالتة، درجة رابعة، عادي، بس بلاش منتخبات، بلاش تحرق دمنا، بلاش، عشان الكار ده مش كارك، او ما تدربش اصلا يا كابتن اسامه. كار التدريب ده مش كارك والله يا كابتن اسامه، والله ده ما كارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.